يا ترى إيه هو الفلق؟ ويعني إيه غاسق؟ ويعني إيه إذا وقب؟ ومين هم النفاثات في العقد؟ تفسير معاني سورة الفلق. ما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل وتشير الفيديو، فالدال على الخير كفاعله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ، أي قل يا محمد. أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم. الفلق وهو الصبح، غاسق وهو الليل شديد الظلام. إذا وقب يعني معناها إذا دخل ظلامه وتغلغل، وده بيبين لك إن ظلام الليل بينتشر ويغطي كل شيء حولك. والحكمة من التعوذ بالله هنا في الوقت ده بتأتي من خطورة هذا الوقت على الإنسان، فهو وقت انتشار الشياطين والجن. فكما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. يعني لو عيالك برا البيت دخلهم في الوقت ده وامنعهم من الخروج، وده خوفا من أذية الشيطان لهم. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وبعد ساعة من العشاء أو من الليل ممكن تتركهم تاني. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي الساعة دي اقفل أبواب بيتك واذكر اسم الله. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. يعني غطوا الأواني المكشوفة ولو كوباية مية حتى، ولو أن تعرضوا عليها شيئا يعني حتى لو هتحط عليها عودة أو ما شابه. وأطفئوا مصابيحكم، أطفئوا الأنوار. النفاثات في العقد وهما النساء الخبيثات أو الساحرات اللي بينفخوا في عقد الخيط بقصد السحر، وده من تقاليد السحر المشهور. وأخيرا الحاسد إذا حسد، وهو الشخص الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره والعياذ بالله. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.